بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقاطع هذه الانتخابات كلية من أسها وأساسها، لأنها لعبة فاسدة وتنطوي على الفساد إلى غير ذلك من المصطلحات. فالمغرب منذ 55 عاما وهو يعيش التخلف والبؤس الاجتماعي والفقر والتفقير على جميع المستويات المعيشية والطبقات الاجتماعية، ونحن في هذا اليوم وفي هذا الزمن الذي نتمنى أن تكون حركة 20 فبراير فاعلة وقوة ضاغطة في إسقاط الفساد والاستبداد. ومن هذا الفساد والاستبداد هو هذه الانتخابات التي سوف نقاطع بكل ما أوتينا من قوة، كما قاطعنا الدستور الممنوح الذي يشرعن كل الوسائل القمع والاستبداد وترك أموال الشعب المهدورة بين أيدي أناس يتحكمون فيها ولا سلطان للشعب. فنحن نريد حاكما ينتخبه الشعب ونحاسبه كذلك إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت بها أو المطالب التي تناضل من أجلها حركة 20 فبراير. فنحن نناضل في هذه الحركة من أجل مقاطعة الانتخابات لأنها فاسدة من أولها إلى آخرها. ونحن أدركنا أن المسلسل المخزني من الدستور إلى الانتخابات، وهذه الانتخابات هي طلاء للدستور إلى غير ذلك، وتحية نضالية وما مصوتينش وما مفكينش، والحرية اللي بغينا والكرامة اللي بغينا والعدالة الاجتماعية اللي بغينا، وتحية نضالية 20. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقاطع الانتخابات اولا لانها مسرحيه طبخت من اجل الالتفاف على المطالب ديال الحركه الشعبيه اللي كتمثل بالخصوص باسقاط الفساد والاستبداد، بحيث ان النخبه الفاسده التي اجمع الكل حتى على المستوى الرسمي من اعلى سلطه رسميه في البلاد انها كانت فاسده طوال هذه المده السابقه من تسيير البلاد، ان هذه النخبه الفاسده التي كانت تسير البلاد لا زالت تسير البلاد، لا زالت تتحكم في دوله، وهي مرشحه في الانتخابات المقبله، بمعنى انه لا جديد ولا شيء تغير. هذه مساله اولى. المساله الثانيه التي تدعوني الى مقاطعه الانتخابات وهي ان حتى المؤسسات التشريعيه التي يتحدث عنها البعض لا صلاحيه لها حتى في الدستور الجديد، فلا زالت الصلاحيات صلاحيات مجتمعه في يد واحده في سلطه واحده. المجلس النواب هو مجلس صوري، موضوع من اجل خدمه مصالح المستبدين والمستفيدين الاولين من خيرات البلاد ومن ثروات ديال البلاد. فاذا اقاطع الانتخابات لانه لا جديد. وانا كنعتقد بانه حتى كما مرت انتخابات 2007 بمقاطعه شعبيه هائله، ستكون انتخابات ان شاء الله ديال 25 نوفمبر انتخابات سيقاطعها الشعب، لان الشعب مل وادرك حقيقه هاد الناس هادو وعرف نواياهم الخبيثه تجاه هذا البلد اللي كتمثل فقط في الاستفاده ديالهم وديال ذويهم، بمعنى انهم ناس لا يؤمنون الا باقتصاد الريع، لا يؤمنون الا بسلطه الريع التي لا تنفع الا انفسهم وذويهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعه الحال انا غادي نمارس الواجب الوطني ديالي ونقطع انتخابات اللي هي انتخابات سوريه فاسده متاسسه على واحد الدستور اللي هو فوقي لا ديمقراطي، وتتشكل المؤسسات اللي هي مؤسسات فاسده بشهاده الجميع وحتى النظام. كيفاش بغيتيني نوثق انايا في انتخابات اللي تتسهر عليها وزاره الداخليه، هذه الوزاره اللي كل شيء تعرف انها احترافيه في الانتخابات، كيفاش تتلعب بالانتخابات، كيفاش بغيت ننتخب على ناس اللي الان باقيين بارزين كرؤوس ديال اللوائح وهما ناس اللي فاسدين وعارف الفساد ديالهم، اللي نادى الشعب المغربي بخروج حركه 20 فبراير صوت الشعب المغربي نهار خرجوا تيناديو بمحاكمه ومتابعه المفسدين. باقيين هاد المفسدين الان هما الاولين في الانتخابات. كيفاش بغيتيني انني نمشي ننتخب او نصوت على هاد الناس؟ لذلك انا كحل تيبان لي انني ما غاديش نمشي نصوت وغادي نقاطع هاد المهزله وهاد المسرحيه. وشكرا.